التمر ازاي تستفيدي منه؟ أقصى استفادة. علاقة رمضان والتمر هي علاقة حب لا تنتهي. على الرغم من وجود التمر في الأسواق طول السنة، اللي مع دخول رمضان التمر بيبدأ ينتشر بشكل أوسع بكل أنواعه، والطلب بيزيد عليه خصوصا في رمضان لارتباطه بسنة الإفطار على التمر. ده طبعا غير استخدامه في فترة رمضان في الحلويات المختلفة بتاعتنا زي الكنافة والتمر بلبن. ده كلام جميل جدا، بس كلامنا النهارده مختلف. هكلمك فيه إزاي تستفيدي من التمر أقصى استفادة ليكي ولأسرتك. في الأول هقول لك هل في للتمر فوائد ولا لا. لو اتكلمنا عن فوائد التمر بشكل عام للستات، فهو ليه دور كبير جدا في تنظيم الهرمونات، لانه غني بالمغنيسيوم والبوتاسيوم، هيساعدك في انك تظبطي الهرمونات بتاعتك. ده غير طبعا السكريات الطبيعيه اللي بتدي طاقه حيويه للجسم. السؤال المهم دلوقتي، الحامل ليها فوائد من التمر ولا لا؟ السؤال المهم دلوقتي، هل الحامل تاكل تمر وهتستفاد منه ولا لا؟ طبعا قولا واحدا، التمر مفيد ليكي جدا وانت حامل، وبيساعد في حاجات كتير جدا في الحمل. طبعا ما تنسيش الحديد بتاعه، فبيقلل خطر الانيميا بتاعتك اثناء الحمل. عارفه الامساك اللي انت بتشتكي منه يوميا في حملك؟ التمر برضه هيساعدك، لان فيه الياف وبيقلل الامساك خصوصا في الحمل وبعد الولاده. طيب سؤالك المهم دلوقتي، انا ازاي استفيد من التمر في الحمل يا دكتور؟ مش معنى ان قلت لك تاكلي تمر انك تنسي بقيه الغذاء بتاعك، لازم تاكليه مع بروتين وباقي الغذاء الصحي. التمر لوحده زي ما قلنا مليان سكريات، فبيرفع سكرك بسرعه. احنا هنجيب التمر ونحطه مع زبده فول سوداني، مع زبادي يوناني، مع لوز. ده بيعلي القيمه بتاعته وبيقلل تاثير السكر العالي عليك. لو حابه تاكلي حلويات في رمضان، التمر ممكن نستبدله بالسكر العادي وهيزود القيمه الغذائيه للحلويات، فساعتها احنا استفدنا من التمر وتجنبنا مشاكل كتير بتاعه السكر الابيض. بس خلي بالك، كميات كبيره من التمر ممكن برضه تضرك، خصوصا لو عندنا قابليه للاصابه بمرض السكر. وتعالي اقول لك، التمر